على ما نسمع مع بعض البرومو بتاع فقرتنا اللي جايه جاتو. هاني افتح لي بسرعه. لا اله الا الله، يا لا هاني. اله الا الله. طب بصوا اسمعوا بسرعه البرومو على ما افتح لها يجروا ورايا يا وربنا هاني. معانا. والآن موعدكم مع أهم فقرة إخبارية على راديو بص وطل، فقرة جاتو بسلة يقدمها لكم الإعلامي المتميز عنك انت يا اخ لو سمحت هاني عبد الله. بلاش أنت، ويرافقه الإعلامي المحبوب. يا ريت تخليك في نفسك يا عم السيرك، انا بعرف اقدم نفسي يا بابا. محسوبكم محمد. ما علينا، وللتعليق على الأخبار هيكون معانا النهاردة ضيفنا الألعبان اللولبي أبو ضحكة جنان. هو لازم كل شويه حد يجي يسكك؟ ما قلنا خليك في حالك. احنا هنقدم ضيفنا النهارده. خليكم معانا وفقرة جاتو بسلة في برنامج تختخينا، في كل حلقة ضيف جديد مفاجأة. فخفخينا، إخراج عبد الله فرج. مستمعينا الكرام، إليكم هذا التحذير الهام. مدير مستشفى الأمراض العقلية يصرح هروب 2 من مستشفى المجانين، ويقال إنهم مهووسين بالإذاعة. هو اللي احنا ربطناه ده كان مذيع؟ مذيع كان فاكر نفسه مذيع، بس من هنا ورايح خلاص مفيش حد هيقعد قدام ميكروفون غيرنا. انا هقدم برنامج توك شو. عارف هنسميه ايه؟ فخفخينا. لا انت عارف انا هسميه ايه؟ انا هسميه فخفخينا. استنونا كل 2 و4 الساعة 11 بالليل على راديو بص وطل. اقوى ايه؟ اقوى راديو انترنت. لا انت عارف راديو بص طول ده ايه؟ ايه؟ ده اقوى راديو انترنت برضو. اصدقائي صمدة. موجودة وهفضل قوية وهفضل في وش الظلم. أنا صامدة. هقول لأ، لأ بأعلى صوتي، لأ. طيب الحقيقه اللي سمعناه ابلغ من اي تقديمه، ومع ذلك لا اله الا انت سبحانك هفضل أقول لأ. إني كنت من هاني الظالمين. ازيك يا هاني الأول؟ ازيك؟ يعني انت شايفه انه يعني هاني خلاص أنا هربانة. ما هو واضح، ما هو باين عليكي. يعني انت جايه في الايام السوداء دي تلبسي اسود، وانت عارفه ان هم بيقفشوا في اللي لابسين اسود دلوقتي. يا هاني أنا اتقفشت بما فيه كفاية النهاردة. يا نهار اسود ومنيل. أنا تعبت جدا. طب اهدي. هاني هات لي كوباية مية. حاضر اتفضلي يا حطني ماما. على صدرك عشان أنا تعبانة. على لا ده انت بتتلككي بقى. تعبانة جدا. بصي يا ماما، انا هقول لك ضيوفنا الاعزاء، قصدي اصدقائي الاعزاء على راديو بص وطل على فخفخينا. أنا نسيت أمسي على جمهوري. تمسي، خليكي في اللي انت فيه دلوقتي، بس تمسي ايه؟ بص جمهوري العزيز، جمهورنا أهلا العزيز. بيكم معايا في فقرة جديدة من يومياتي اللذيذة. بس النهاردة أنا عندي حدث غير صار يا جماعة. أنا هربانة. أنا لابسة أسود في أسود. طب ادينا فرصة افهمهم هربانة من ايه. اتفضلي هاني. احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله من غير شر في فقرة جاتو بسلة.
الفقرة دي اللي بنتناول فيها أهم الأخبار اللي حصلت أو اللي تناولتها صحف المصرية خلال الأسبوع. فالنهاردة في خبر فارض نفسه يا جماعة. مش هنوافق، مش هنبيع يا ستي استني بقى عشان الناس تفهم من الكلام. صمدة. لا إله إلا الله. صمدة وقوية. هحط لك الجورنان ده في بقك. النائب العام السيد النائب العام المصري امبارح، اسكتي بقى. النائب العام امبارح أصدر بيان قال فيه انه بناء على بلاغ اتقدم للنيابه العامه ضد جماعه البلاك بلوك النيابه قامت بتحريات وخرجت منها بنتيجه ان جماعه البلاك بلوك جماعه ارهابيه لا منظمه لا تهدف الى تدمير وتخريب الوطن لا وتقوم باعمال تخريبيه، وبناء عليه هذه الجماعه مطلوبه وتقع تحت طائله القانون. وصدر في البيان تحذير شديد اللهجه لاي اعلامي يحاول تحسين صوره هذه الجماعه من خلال برنامجه. والحقيقه انا مش قادر افهم، اول مره تحصل في تاريخ الكون. انا بلاكه بلوكيه وبعترف على الهوا، انا بلاكه بلوكيه. تعالوا خدوني، تعالوا احبسوني، تعالوا احبسوا الحريه اللي جوايا. هفضل افضفض وهفضل اقول لا لا. هاني نعم. امين الشرطه اداني على قفايا لما استكفيتي هاني. عنده نظر. بصوا يا جماعه، بهدلوني النهارده، شافني لابسه اسود في اسود. على كنت فكرة ماشيه على كورنيش النيس، بس احكي لك الحكايه. احكي لي ارجوك. لقيت واحد بيوزع ماسكات. انت عارف ان انا بحب انزل في المظاهرات دي. بتسترزقي؟ لا بسترزق، معايا قرص وحاجات وبنزل الف لان انت فاهم عندي مشاكل سياسيه. الحزب بتاعي فيه مشاكل دلوقتي، حزب ابو 3 انفار. طبعا. لا تعالوا زوروني يا جماعه. انا مؤسسه حزب، تعالوا زوروني. فبنزل اسرح بقرص في الميدان. فضل. وبحاول برضو اساعد اشقائي وكفاحي، ويعني اقف مع اصدقائي واساعدهم. وفجأة لقيت شاب ملثم عيناه ساحرتين بجد يا هاني. في وسط كل الضباب وفي وسط كل الخوف ده لقيت رموش بتتحرك زي المقشة، رموشه طالعة نازلة. لقيت نفسي بدوخ. دغدغت مشاعرك. دغدغت كسرت يا حبيبي، دي شرختها. لقيت نفسي يعني بقوله مشاعرها فلقت. ايوه اوكي. عندي مشاكل انا في المشاعر شوية. فالمهم قرب مني قال لي بصوت رقيق قوي، هو حضرتك معانا في الميدان؟ قلت له ميدان ايه؟ ده انا الميدان نفسه يا حبيبي. بجد الولد رموشه مش طبيعيه يا هاني. فالمهم قال لي طيب تنضمي معانا لجماعه البلاك بلوك؟ قلت له يا فندم. قال لي تنضمي معانا لجماعه البلاك بلوك؟ قلت له يعني حضرتك عضو فيها؟ قال لي من غير ما احس يا هاني لقيت نفسي عضوه. وكمان قال لي انت هتبقي عضوه كبيره، مش عضوه صغيره، لا هتبقي عضوه ضخمه كبيره. حضرتك طبعا يعني فرضه نفسك يعني. وانت عارف طبعا عندي مشاكل في الحزب بتاعي وعندي مشاكل مع السياسه الحاليه، فما عنديش اي لبس البسه. فلقيتي في الجماعه بالزبط. متنفس ليكي يعني. لقيت متنفس، ده انا لقيت مكان اخد منه اكسجين، مش متنفس فقط. فضلت طول الوقت اتنفس في المكان ده. فعلا كل رواد الميدان بيشتكوا ان مفيش اكسجين تقريبا، يعني مش قادرين يتنفسوا. يعني مش عارفه ده الفنادق اللي في الميدان سربت الناس اللي عندها النزلاء. المهم في لبست الاسود في اسود. لا عشان المدام كانت بتتنفس في الميدان، بتقول لك فضلت تتنفس. لبست الاسود في اسود يا هاني. اتفضلي. ودوني قناع، انت فاهم؟ انا ما كنتش عارفه القناع ده بيتلبس ازاي، يعني انا لبسته بالمشقلب، فلقيت نفسي مش شايفه اي حاجه خالص يا هاني. وعماله اجري في الشارع، عماله اجري ومش فاهمه في ايه بالظبط. بيجروا وراكي الناس كلهم، والشاب ابو رموش قتاله سابني واختفى فجاه. وانت فضلتي بالقناع؟ لقيت راجل امين شرطه مسكني قال لي تعالي هنا انت تبع البلاك بلوك. قلت له احترم نفسك، معاك مدام كارلو صاحبة حزب او رئيسة حزب، تعالوا زوروني. راح مديني حتة قفا. بهدلوني يا هاني، بس اذا اظل صامدة. عايزين تيجوا تقبضوا عليا، تعالوا لي هنا الراديو. انا بحترم، تعالوا لي هنا الراديو. انا بحترم كفاحك. اهدي يا مدام كارلو. على فكرة انت مش لوحدك، بجد في شعب بحاله وراكي. ارجوكم تعالوا ورايا، خليكم ورايا، بس ارجوكي ما تريحيش لورا بقى، يعني وهم يعني هي الناس تندكي، بس انت ما تريحيش لورا ارجوكي. لازم الناس تحتوي بعض. احتووني يا جماعه. ما هحتويكي منين؟ المشكله بس منين؟ احنا نحتويكي عننا بس منين؟ هاني انت جلابه جرح قوي النهارده. لا صدقيني اطلاقا، انت من كتر ما انت عظيمه فعلا الواحد ما عرفش يحتويكي من انهي حته بالظبط. ميرسي يا هاني. طب عايزين نقرا شويه كومنتس لاصدقائك قبل ما نعرف موضوع البلاك بلوك يا جماعه، لان الاقاويل كترت. والنهارده مش النهارده، جريده الوطن الحقيقه في العدد بتاع يوم الاحد 27 يناير 2013 كان بيقدم لنا تغطيه كامله عن موضوع البلاك بلوك ولقاء مع مؤسسي هذه المجموعه
ومسؤول المجموعه في دمياط، وفتيات من الغردقه بتنتمي لهذه الجماعه. خلونا النهارده نعرف اكتر عن البلاك بلوك بدل ما احنا بنردد الاسم. معظمنا بيردد الكلمه من غير ما يعرف ايه اللي ورا الكلمه. احنا قبل ما نتكلم في اي حاجه احنا ما بندافعش عن حد، ما بنحسنش صورة حد، ما بنحفزش الرأي العام ضد حد. احنا بنعرض اللي موجود، انا صامده المتاح. قويه موجوده، صامده وقويه وموجوده. طب خلينا دول نعرف 3 كلمات اللي فضلت حافظاهم من الميدان لحد هنا. اللي فضلت فاكراهم يعني اساسا. مش قادره ايه. طيب. القفه جامد قوي. شيكو احمد بيقول حبيبه قلبي ايه اللي اخرك كده يا قويه. حبيبي كارلو وحشتنا. الحصان بيقول لك مش لاقي حاجه يجرها، ده بالنسبه للكارو. خلود خالد بتقول لك كارلو وحشتيني. وانت كمان يا خلود يا ماما. احمد بديع بيضحك ويقول لك تتجوزيني يا كارلو. احمد يا ريت، أرجوك انا عايزه اي راعي حاجه مشاعر. انت في ايه ولا في ايه؟ عندي مشاكل يا هاني. احمد دي وانتد يا حبيبي، انت واخد بالك؟ دي مطلوبه. طب معانا اتصال هاتفي، معانا محمد صلاح. الو مساء الخير يا محمد. مساء النور. صباح الخير بقى. يعني عايز امسي عليك وعلى مدام كارلو ثابت عليك. هاي يا محمد. هاي محمد، شفت اللي حصل معايا النهارده؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالتفصيل. انا مش فاهمه حاجه خالص. لا مش فاهمه حاجه خالص. طب انت ايه اللي وداك الميدان طيب؟ ما انت فاهم، بنزل اقلب رزقي بتسترزق يعني. يا عم. طب وبعدين طيب هتنزلي امتى تاني؟ انا بفكر انزل افجر نفسي هناك. في الميدان ولا فين؟ لا، افجر نفسي في اي حد يعترضني يا محمد. الامن يعني. طبعا. انت خلاص انضميتي للبلاك بلوك؟ انا اتضميت لاي حاجه، بس لازم اخد بطاري. من مين؟ ايه؟ من مين؟ مش عارفه، بس عايزه اخد بطاري. انا سمعت في الاول ان انت يعني ناس كتير يعني مين بالظبط؟ المتظاهرين ولا الامن؟ ايه؟ ناس كتير يعني اعترضوكي، مين بقى، المتظاهرين ولا الامن؟ مش فاهمه يا محمد، انا الطبيعه بتحاربني بقالي فتره. الطبيعه كلها بتحاربني يا محمد. الموضوع كبير كده جدا. كبير جدا يا محمد فعلا. هو كبير بقى عالي يا محمد. هو انا حاسس ان الاستوديو ضيق عليك. مدام كارلو واخده مساحه. لا انت بتهزر بقى. لا بص، هو لا ثواني يعني دي كوميديا. لا خالص. يعني مفترض اضحك؟ استنى اضحك لك يا حبيبي. كده اتبسطت يا محمد؟ لا بطمن عليكي والله. ميرسي يا بابا. هو مدام كارلو تاريخها واخد مساحه. تاريخها انا قصدي على قيمتها واخده مساحه يعني الحقيقه يا محمد. محمد احنا حقيقي مبسوطين جدا لاتصالك. ارجوك تتابعنا وتتابع مقاسات مدام كارلو وتعرف معانا معلومات عن البلاك بلوك. هذه الجماعه التي اتهمت مؤخرا بانها جماعه منظمه ارهابيه تسعى لتخريب الوطن وترويع الامنين. لا. وعلى رأسهم مدام كارلو. مش هنسلم، مش هنبيع. القيادية البارزة في الجامعة. تمام. ميرسي يا محمد. باي باي يا محمد. باي باي. طب نكمل كومنتس بتاعت اصدقائك. انا يوتا بتقول ويلكم مدام كارلو. واسراء وبس ويلكم تو ايجيبت. بتقول لك كارلو وحشتينا بموت فيكي. ميرسي يا جميله. مايويا تويتا بتضحك جدا. وشيكو احمد بيقول كارلو فينك يا قمر، انا مستني احلى كارلو في البيج، وحشتينا يا مدرعه. ميرسي. مايوشا انا بتقول وحشتي. كلمه بتصير مشاعري. انت بتتلككي. ارجوكم اكتبوا لي يا مدرعه يا مدرعه. انت مشاعرك بتتلكك على اي حاجه. انا مشاعري فياضه. واحد برموش مقشات يدغدغ لك مشاعرك، ومش عارف مين يفلق لك مشاعر. انت بتتلككي. وبموت في ضوافر الراجل بقى، عارف لو ضوافره مش نظيفه. لا بتهرجي. لا واو، احس بقى يعني احس بمتعه غريبه. ويا سلام بقى لو مقشف شويه. لا مش ممكن. يعني تحس ان هو يعني ربنا يوفق بقى. لسه بدور. لا انت فريده من نوعك فعلا. شيكو احمد بيقول كارلو فينك يا قمر، انا مستني احلى كارلو في البيج. مايوشا انا بتقول وحشتينا مدام كارلو، انا نفسي الراديو كله يبقى مدام كارلو بجد. انت زي السكر، بحبك قوي. يا بس يا جماعه هي محتاجه دعمكم لانها حقيقي في ورطه حقيقي. فكرتني كل شويه يا جماعه دي وانتد، ده النظام كله بيحاربها بيجري وراها دلوقتي. احمد دويدار بيقول وحشتينا يا مدام كارلو. ايمان نصار بتقول مدام كارلو اسكتي احسن يتقبض عليكي. لا. ما هي ما عندهاش حاجه تخسرها خلاص. انا مش فاهمني حاجه يا ايمان. مش هسكت يا ايمان. احنا كلنا كإناس لازم نقف جنب بعض، لازم نحاول نحتوي بعض، لازم نقف جنب بعض. تعالوا زوروني، ده اسم الحاجه جنب بعض بس مش ورا بعض ارجوكوا يعني عشان لا الرجاله تبقى ورا عشان يعني لا انت بتهزري بقى. ما يا جماعه ما حدش يقف وراها لان فعلا لو ريحت هتبقى مصيبه. دودي وصبا بتقول يا حبيبتي يا كارلو يعني متعاطفه قوي. شيكو احمد بيقول دي اساسا جايه من تحت الكوبري. قولي لي كنت فين يا كارلو، والله سالت عليكي، انا شفتك في جامعه الدول عند فرغلي. مين اللي كان معاكي يا اسيح؟ لا انا كنت شغاله هناك اساسا. هفهمك حتى جامعه الدول معاكي. لا هفهمك يا هاني. انتوا ليه كده ضدي خالص يا ماما، احنا عايزين نوضح الحقيقه. من فتره ما كنت مخطوبه لشخص اسمه عصام. فجاه بدات اعرفه، كنت شايفاه راجل مختلف عن كل الرجاله. في ايه بقى؟ راجل ابيض
شفاف، ما في رجاله بيضة. ناصع البياض. انا قصدي داخليا وليس خارجيا يهيني، قصدي بجوهره وليس مظهره. اوكي. فجأة لقيته قاعد معايا في قعدة، قال لي كارلو أنا عايز أعترف لك بحاجة. ايه؟ أنا ماضية سحيق محيق خطير عميق. اتفاجئت جدا يا هاني. ايه؟ قلت له يا عصام أنت بتعمل كده يا عصام؟ مش ممكن يا عصام. طلع بيعمل ايه؟ لقيته عنده ماضي يا هاني. ايه خير؟ طمنيني ده انت يا عيني شفتي حاجات كتير قوي والله، انت صعبانه عليا. مقاسي. روحت بيتي وقعدت افكر كتير قوي. تاني يوم رحت له قلت له عصام ازاي حضرتك؟ قال لي ازيك؟ قلت له على فكره يا عصام انا جاي اعترف لك باعتراف مهم قوي. انا كمان كان ليا ماضي، وماضي قذر، ومش قذر عادي، ده غامق. اخذر من ماضي هو شخصيا. ماضي منيل بنيله. قلت له يا عصام اشوفك قريب. قال لي فين يا كارلو؟ قلت له في جامعه الدول. ومن ساعتها بقى وانا قاعده في الجامعه بموت فيها. ده اليوم بموت. اللي هو شافني عند فرغالي. اللي شافك فيه صديقنا عند فرغالي. طيب هشام محمد بيقول والله وحشتنا مدام كارلو، عامله ايه وايه اخبارك؟ خليكي معانا كده على طول. ميرسي. مايوشا بتقول وانا بلاك بلوكايه زيك يا مدام كارلو، انا بقيت بعشق الاسود. طيب معانا اتصال هاتفي. الو. مساء الخير. هاي يا هادي كيفك؟ الحمد لله. ديما؟ ايه؟ هاي يا ديما، ايه الاخبار؟ منيحه الحمد لله. شفتي المصيبه اللي احنا فيها يا ديما؟ تنسى بقى كارلو. هاي ازيك يا ديما كيفك؟ كتير منيحه، كيفك انت؟ الحمد لله. بصي يا ديما محتاجاكي في حاجه ضروري يعني. اصل انا عندي مناطق محتاجه نفخ ومناطق محتاجه شفط، وانا عارفه ان حضرتك لبنانيه يعني ممكن بكرم لي عيونك. انا كنت رح اقول لك انا رح اعمل لك توب بس تنزلي بيه الميدان. يا ربي رح تيجي بنتين عريس. ميرسي يا ديما، يا ريت تنزلي جنبي بقى ونبقى احنا شباب او فتيات هنيالك والله، هنيالك الميدان كله الك. لا يا ديما بس عن جد انا رح اعمل لك توب يعني، خليكي تيجي لعندي بالديفيليه بيوم. ميرسي. رح اعمل لك توب ارجوكي. ما رح اقول لك بعدين شو رح يصير يعني. ارجوكي. بصي انا عايزاه مفتوح كده زي بتاع دولي شاهين. بعدين للانسان بتقول لك عايزاه زي بتاع دولي شاهين اللي غنت بيه في حفله بس يكون لتحت شويه. المهم انه يلبق لك يعني. اوكي يعني توب دولي كثير حلو عم يلبق لدلي. انت كارلو قلبي الك توب سبيشال فور يو. انت قد ايه جميله وشفافه قوي البنت دي. ميرسي يا ديما بجد يعني مش قادرين نقول لك، بس يعني المهم انها ما تتمسكش يعني، ربنا يسهل كده. لا ان شاء الله فيا رب ان شاء الله دعواتك معانا بقى ان شاء الله يا رب. وخليكي معانا عشان نعرف بقيه قصه البلاك بلوك ومدام كارلو. اوكي. طيب نكمل بقيه الكومنتس بتاعتك يا مدام كارلو. يعني الحقيقه الجمهور كله متعاطف معاكي، انا سعيد والله بتفاعل الجمهور. يا جماعه اقفوا معايا، انت مش لوحدك على فكره. انت جنبي هنا يعني سيبك مني بس أنا الجمهور. حاسه بوجودك جنبي قوي. بصي طلعيني انا من الحكايه لان انا معلش عندي بنت بربيها، فطلعيني انا من القصه. انما الناس كتير معاكي يا جماعه اقفوا جنبي وربنا بقى قبل الكل معاكي ومعايا. في معانا مايويا تويتا بتقول دغدغت مشاعرك وبتضحك جدا. شرخت يا حبيبتي، مش دغدغت بس والله. خلود خالد بتقول لك والله انت عسل يا كارلو. ايمان نصار بتضحك وبتقول ضحك عليك الندل وخلاكي عضوه. سهيله العطار بتقول الحمد لله على سلامتك يا مدام كارلو، نورتينا بوجودك. ميرسي يا سهيله. دودي وصبا كارلو انت انضميتي للبلاك بلوك، مبروك يا مدرعه. انا بلاك بلوكايه، انا بلاك بلوكايه. كل الفتيات يكتبوا لي احنا بلاك بلوكايه، احنا بلاك بلوكايه، احنا بلاك بلوكايه. مش عايزه تخش المعتقل لوحدها. انا عايزه اعمل سنجليه. احمد حبيب بيقول منوره يا مزه كارلو، جامده موت. حلوه قوي. عبد الرحمن مشالي وحشاني مدام كارلو، كاتب كده مدام كارلو. دودي وصبا هاني هو مين اللي بيعمل شخصيه كارلو؟ نفسي اعرف. هي كارلو نفسها يا حبيبي، الشخصيه دي ما تتعملش يعني، هي كارلو هي كده. ما تشافش يا حبيبي، كفايه ناس معايا. ايمان نصار تعالي احتويكي عندي في البيت يا كارلو. ليه يا ايمان كده؟ ارجوكي ايمان اكتبي لي عنوانك من فضلك، عنوانك في رساله ارجوكي، انا محتاجه ده جدا. ايمان اكتبي عنوانك وسيبي وصيتك. يا ريت لو في ساندوتشين عندك او اي حاجه. هيما هي الجامبو بيقول مدام كارلو بجد انت صعبانه عليا مدام كارلو يا ماما، والله يعني فيك الخير. ميرسي هيما. دودي والصبا بتضحك جدا بتقول كارلو الطار ولا العار يا كوكو. لازم اخد بطاري، لازم. كلنا وراكي. مش هسكت. قصدي جنبك، لا وراكي لا. مش هسكت. اسراء وبس. مش هسكت. ما تسكتيش. عندي حاله عصبيه مسكاني كل شويه. لا 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 الحاجات دي بره الاستوديو بقى معلش. مش عارف، تعبانه جدا. ايه هاني، انا امرأة وليا حقوقي، ولازم حقوق المرأة تبقى مصانة. لازم ضوافرنا الناس تهتم بيها، لازم الرجالة تهتم بضوافرنا. التقصيف الشعر بتاع المرأة قد ايه بيجرحنا، لازم تفهموا ده كويس قوي. انتوا مش قادرين تفهمونا، مش قادرين تحسونا. استنى هقفلها لك بالثلاثية. افهمونا. سكسية يا جماعة، انا عايز اسمع صوت التسقيف من هنا. معايا اتصال هاتفي. الو
ازيك يا هاني؟ ايوه مين معانا؟ ازيك؟ شيكو معاك. شيكو ازيك؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا هاني؟ شفت يا شيكو الورطه اللي احنا فيها؟ انا بتصل في الحلقه بتاعت مدام كارلو بس. ميرسي يا ما هو يا شيكو. شيكو الست جايه لنا هربانه من البوليس وجايه لنا هنا، جايه لنا بالمصيبه معاها، انت انا مش متخيل؟ فاهم، انا انزل يا عم سربها من الشباك ولا حاجه. اطرقها منين؟ انت مش واخد بالك من وزنها؟ انت شيكو مش اخس شفت عليك الصوره يا ولا ايه؟ شيكو. اخس عليك يا شيكو. اي نفس اخس في عليك الحيطه يا كده. شيكو. اخس عليك يا شيكو. مش بتصل غير بيكي والله. انت ازيك يا اسمك مدام حساس كارلو؟ قوي. انا كنت أخبارك إيه؟ بعتقد ان جواك شفاف اكتر من كده. طلعت زي عصام خطيبي الاولاني. انا هتضطر شفت في تخليني انزل جامعه الجامعه الدول، مره ما رضيتش ثانيه. اسيح. ايه؟ ما رضيتش اسيح، كنت في واخده جامعة المصيف الدول؟ كلها. ما هي سيحت يا بابا لنفسها، هي مش ايوه مستناك ايوه، تسيح. الشباب ما كانوا خلاص. ملمومين حواليكي. ما خلاص. انا دايما بلمهم حواليا بحتويهم. لازم اقول لهم عن حزب الجديد وعن افكاري السياسيه. بلاك بلوك مره واحده كده؟ لا حزب بلاك تعالوا بلوكية. زوروني يا بابا. ايه ده بلاك بلوك مره واحده؟ لا حاليا انا بلاك بلوك بس من غير ما اقصد وقعت منك شيكو. خالص المره دي. مش عارفه اقول لك ايه يا شيكو بجد. انت مرتبط يا شيكو؟ انا؟ اه الحمد لله مرتبط. لا بالسلامه بقى، اقفل بقى. يعني اقفل المكالمه بقى، كفايه كده. شيكو انت في المكالمة بجد يعني؟ شيكو نورتنا، وارجوك يا شيكو يعني حتى لو مش هتدعمنا ربنا يخليك يا هاني. بس يعني والله انا الله يكون في عونك، انت قاعد جنبها ازاي؟ ايه ده؟ اقفل يا شيكو. جايبين لها ده دكه صح؟ شرف يا شيكو. ربنا لا تجيب عينينا. ده شرف جايبين كبير. لها دكه؟ لا جايبين، لا يا حبيبي ده في فوتيه جمهوري. كامل بتاعها دفعوا لوحدها. عني يا جماعه، دفعوا عني يا جماعه، انا فيكم على ايه؟ الندل معلش هو اللي عمل فيها كده. انت عارف يا شيكو انت هتضطرني اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ هضطر انزل تاني الجامعه. تنزل تاني الجامعه؟ جامعه الدول يعني. حظي من شهاب بقى. لا بموت في شهاب. شهاب ده ابن اختي حظي من الصغير، شهاب بموت بقى. فيه. يعني شفت لله يا على شيكو، سلامتك يعني يا شيكو كارلو. يعني انت يا شيكو دلوقتي اتصرفت تصرف غير مسؤول وبليت بيه شباب جامعه الدول، حرام عليك بجد. طب انا والله ما رضيتش اسيح لها هناك. يعني ما لا يا ريت تقرب مني وانا هناك، يعني احب اتعرف عليك يعني اكتر. لا 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 لا، ابعدي عني. لا ليه كده؟ اصل انا ندل برضه. نادله اوكي، طب اقفل بقى. يا بتاعت الكوبري. لا بص مين يا يا حبيبي؟ شيكو، انا بطلع الكوبري، ايه المشكله؟ لا بص يا شيكو، احنا يا ما عم ده فيش كانت بتضايق قرص. يا شيكو مبدئيا ما فيش حد فينا مش بتاع الكوبري يعني. مفيش حد فينا ما بياكلش قرص. فبلاش بقى ان كان بيتنا من الازاز ما نحدفش الاخرين بالطوب، فمعلش. قاعده ماسكه سميت وعماله تاكل بملح. يعني انت عمرك ما اكلت سميت في ايه لا بقى؟ يا حبيبي، مش مصري كان معايا حضرتك ولا ايه بقى؟ من بيضتين سويسرا ولا ايه بقى؟ بيضتين يا حبيبي، مش بيضتين عاديين، ده بيضتين نعام قد كده. يلا قد ربنا كده. معاك يا رب. لا وبعدين دي ضيفتي وانا هدافع عنها بكل جوارحي. ده أرجوك هاني يا هاني انت وراكي هاني، رجاله، قصدي بلاش. جنبك رجاله، بلاش هاني. وراكي. هاني. نعم. العسل يا هاني. العسيلي معلش عينينا بيقول يا له عبد عبد الله، الله. عبد لا ما الله. تشغلوش حاجه. العسيلي بليز يا عبد الله لشيكو. نورتنا يا شيكو، ميرسي جدا. ربنا يخليك يا هاني، مع السلامه. مع السلامه. جميل. اسراء بس بتقول لك تعالي ارض الابطال ولا يهمك. اسراء من بورسعيد على فكره. يا بورسعيد اهلي ووطني. طيب. بورسعيد ارض الناس الجدعه، ارض الناس اللي حررت بلدنا. انا جايه لكم قريب قوي. بصوا يا جايه جماعه، لكم قريب ده لو قوي، ما استعدوا بقى. اتمسكتش. بصوا يا جماعه علشان نبقى عارفين بس احنا هندعم مدام كارلو ازاي، لازم نفهم هي هربانه من ايه بالظبط والجماعه اللي هي بتنتمي لها. قاده البلاك بلوك، وده طبعا في جريده الوطن، انا اسف، في جريده الوطن عدد الاحد 27 يناير 2013. قاده البلاك بلوك يتحدثون للوطن. المؤسس شريف الصرفي، يعني هم يا جماعه بيقولوا الناس دول مخبيين وشهم محدش يعرف عنهم حاجه، لا المؤسس اسمه شريف الصرفي. فشريف الصرفي بيقول حكومة الإخوان لن تنام وقدمنا أدلة ضد القتلة فتجاهلوها. مؤسس أو مسؤول دمياط، مسؤول الجماعة في دمياط، بيقول استقينا فكرنا التنظيمي من الإخوان ولنا قيادة مركزية واحدة. فتيات الغردقة، يعني إذا في فتيات البلاك بلوك في الغردقة، ما هماش رجالة بس أو شباب بس، بيقولوا الثورة ليست للرجال فقط وسنعلن عن أسمائنا قريبا. وطبعا في تفاصيل كتير جدا في صفحة 14 في عدد جريدة الوطن بتاع يوم الأحد زي ما قلنا. البلاك بلوك بيقولوا العنف بالعنف والبادي أظلم. أظلم. أنا برضو بقولها لهم من هنا، كل الناس تكتب ورايا، الشباب والبنات، أنا بلاك بلوك، أنا بلاك. الولد يكتب أنا بلاك بلوكك، البنت تكتب أنا بلاك بلوكاية، أنا بلاك بلوكاية، أنا بلاك بلوك. إحنا ضدهم،
على إحنا فكرة ضدهم يا هاني. جماعة قفيتها رنوردي. في الكثير من المؤسسات في المجتمع والجهات ضد الجماعة. يعني في عندنا مثلا عنوان في الجريدة بيقول ردود الفعل الغاضبة تتصاعد، المرصد الإسلامي يعتبرهم ذراعا مسلحا للكنيسة، احنا مش ذراع، وخبراء احنا مش يقولون عمرنا ما كنا يا ذراع. ست تهدي خليني أكمل احنا الكلمة. صباع، لا، إيه؟ صباع بنشير على الظلم والفساد. احنا صباع. صباع بيعمل ايه؟ صباع بيعمل ايه؟ بيشير على بيشير. طيب ردود الفعل الغاضبة تتصاعد والمرصد الإسلامي يعتبرهم ذراعا مسلحا للكنيسة. قلت لك احنا مش ذراع هنا يا ستي أكمل إحنا الجملة. صباع. إلهي الله لا يسيئك بقى. ربنا ينتقم منكم. الخبراء بيقولوا رد فعل على الميليشيات الإخوانية، يعني تكوين الجماعة رد فعل على الميليشيات الإخوانية. فاكرين يا جماعة بالنسبة للناس اللي دخلوا علمي نظرية الفيزياء اللي بتقول إن كل فعل له رد فعل يساويه في القيمة ومضاد له في الاتجاه؟ فاكرين؟ خالي ايه؟ يعني لما يكون في مصر جماعة لها بتقولها ميليشيات بالإنجليش عشان وجماعة مش- منظمة. بالانجلش؟ Every action has a reaction. اوكي اوف كورس. Equal in value, equivalent in value, and بص، opposite in direction. هقول لك على دكتور عظام هايم، تروح عنده انت فاهمني ويجبس لك دراعك، انت فاهمني، وبعد كده تطلع المجبره. يجبس لي صباعي، ما حضرتك انت قلت احنا صباع. مش ذراع، انت مش تبعنا، انت صباع. لا انا زراعة. طيب خلاص اوكي. طيب الحقيقة شريف الصرفي مؤسس البلاك بلوك بيقول للوطن حكومة الإخوان لن تذوق طعم النوم والقادم أسوأ. مسؤول الجماعة بدمياط بيقول فكرنا التنظيمي مستوحى من الإخوان، التنظيم له دائرة قيادية واحدة وبيننا فتيات ورجال وننتمي إلى تيارات مختلفة. فتيات الغردقة بيقولوا لن نستخدم العنف وسنعلن عن أسمائنا قريبا حتى لا تندس بيننا عناصر غريبة، والثورة ليست للرجال فقط وكل فعالياتنا سلمية للحفاظ على السياحة. يعني يا جماعة الموضوع ده اتعمل قبل القرار بتاع النائب العام. قرار النائب العام اتعمل امبارح الموافق 29 يناير، بينما الجريدة دي صدرت يوم الحد 27 يناير. يعني قبل ما يطلع قرار النائب العام الناس بيعلنوا بيقولوا ان هم فعالياتهم سلمية للحفاظ على السياحة. بس دول الفتيات اللي في الغردقة، يعني فتيات ارجوكم يا البلاك بلوك فتيات الغردقه ابعتوا لي لان بجد محتاجه اغير جو شويه وانزل معاكم ان شاء الله اتظاهر هناك، وباذن الله نعمل تين مع بعض برضو. يعني بين التظاهر بقى انت فاهم، ننزل نعمل تين على البيتش ونحط كريمات ونظبط نفسنا بقى. ابعتوا لي. طيب. معاكم كارلو رئيسة حزب تعالوا زوروني. الوطن بتقول بلاك بلوك او الكتلة السوداء ليست منظمة او مجموعة بل هي تكتيك هدفه انا عمري ما كنت تكتيكي هاني، انا عمري ما كنت تكتيك. الالفاظ دي انا ما اقبلهاش. يا ماما تكتيك دي مش شتيمة، تكتيك دي يعني إيه؟ خطة تخطيط يعني خطة. ما انا ما شاء الله متخططه جدا. ما انت مخططه اصلا يعني من إيه؟ الضرب اللي خلتيه على ما انت حضرتك انت حرام. انا اللي متعاطف معاكي على فكره، انا حد معاك. قطع لي التيشيرت. انا مش ضد قطع لك التيشيرت. في مخبر كده جالي قال لي انت رايحه فين يا ست؟ قلت له في ايه يا بابا؟ راح ضاربني بالروسيه في وشي. قطع التيشيرت. قطع لي التيشيرت. يعني الروسيه قطعت التيشيرت. لا هي الروسيه جت فين بالظبط؟ ايه الروسيه دي فين عشان تقطع التيشيرت؟ جت في صباعي اللي بيشير على الظلم والفساد. وانت كنت لابسه التيشيرت في صباعك؟ لا لابسه في دماغي. في دماغي. يا هاني انت مش فاهم. طب والنبي ربنا الله لا يسيئك يا رب يخليهم لك. اكمل بس الباراجراف ده. انا بلاك بلوكيه يا ستي، حتى بخلي الناس يعرفوا انتوا مين عشان حتى يتعاطفوا ولا يبقوا ضدكم ولا يعملوا اي حاجه. تعالوا زورونا اتبرع ولو بجنيه. ما هو ممكن. بص اقول لك حاجه، انت طول ما الناس مش فاهمين ايه هو البلاك بلوك وقاعدين بيتلقوا قرارات النائب العام وبيسمعوا التلفزيون المصري مش هيفهموا الموضوع. خلينا نفهمهم بقى عشان يشوفوا. طيب البلاك بلوك بنقول ليست منظمه او مجموعه بل هي تكتيك، ده على لسان الوطن، احنا مالناش دعوه. هدفه الوقوف امام الوحشيه التي تمارسها اجهزه الشرطه ضد المتظاهرين وتوفير الامن والسلامه لهم خلال التظاهر والاحتجاجات. هذا بهدف نجاح المظاهرات وإيصال صوت المتظاهرين وكفالة حريتهم في الاحتجاج وحمايتهم وحماية مطالبهم وإخراج مظاهرات رفيعة المستوى. ظهر أسلوب بلاك بلوك للمرة الأولى في ألمانيا عام 1980، يعني مش بدعة مصرية، بعد استخدام الشرطة الألمانية للعنف الزائد ضد المتظاهرين خلال مظاهرات اليساريين في مدينة بروكدورف. ده كان عام 1977. تم تفعيل الأسلوب بعدها ب3 سنوات خلال احتجاجات تيارات اليسار بما عرف بحركة الاستقلالية الأوروبية التي عارضت الطاقة النووية والرأسمالية وفرض قيود على الإجهاض، وانتشر نشاطها خلال فترة الثمانينات وما تلاها في أوروبا وأمريكا. يعني يا جماعة الظاهرة مش بتاعتنا. لا يهيني، وأنا في أمريكا في لوس أنجلوس كنت رايحة هناك، عندي مؤتمر حزب اسمه كيف تنزعين الشعر الزائد. فنزلت هناك
كان خاص بالنساء يعني. أيوة. فنزلت هناك قعدت فتره وفعلا برضو شفت شباب هناك كتيره كانوا لابسين لبس كله اسود في اسود، وكان برضو في ولد منهم برموش كده، عارف زي المقشات. انت ايه حكايه المقشات؟ مش عارف، عندي مشاكل، اصل النظافه عندي في البيت في مشكله. بص يعني انا عندي مشكله اساسا في البيت بتاعي، انت عارف ان انا واخده طبعا عايشه في الدويقه. طبعا. فطبعا عشان الظروف عندك السياسيه مشاكل انا عارف. عندي ظروف عندك مشاكل. انا ما شفتش حد في الكون ما عندكيش معاه مشاكل. لا عندي مشاكل مع النظام الحالي، بس يعني ان شاء الله في اجتماع قريب مع الدكتور مرسي. والله قلبت عليا المواجهه، انت عارفه انا اليومين دول عندي مشاكل. خير يا بابا. والله العظيم عندي مشاكل مع تعالى في حضني هنا. لا بجد عندي مشاكل قويه جدا. والله العظيم عندي مشاكل. يعني انت مسافر ممكن احتويك بسم الله. انت عارفه انا النهارده بقيت اعيط واضحك في نفس الوقت. لا ده هطل بقى مع بعض. ده هطل والله مش هطل. لا النهارده قعدت تاخر ذهني ممكن. انا حاسه ان عندك مشاكل. بضحك من قلبي وبعيط في نفس الوقت ومش فاهم. لا ده هطل يا حبيبي، بالتوفيق ان شاء الله. يعني اعصابي ثابت وما بقتش فاهم يعني. مش عارفه اقول لك ايه هني بجد. بس معانا اتصال هاتفي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز اقول حاجه. مين معانا الاول؟ احمد عبد الله. ازيك يا احمد؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام. انا عايز اقول لك ان الست اللي جنبك دي فشاره. ليه؟ اسمع الكلام بس، حبة الحوارات دول مش علينا. مش هسكت لك يا احمد. ايه الكلام ده مش علينا. مش هسكت لك بقول لك. الست دي اوان قفاها وارم، احنا مسكناها كانوا حبة عساكر وبيلعبوا على قفاها صلع. يا نهار ابيض. لا دي في موقف تاني. يعني مش امين شرطه واحد. لا ده في موقف تاني. ده كانوا كتيبه واقفين. ده كانش على قفايا على فكره، وكان في موقف تاني. موقف تاني ولا في مكان تاني؟ كان في موقف تاني ومكان تاني. كان أزمة السفاره. لا اقصد موضع اخر بالنسبه لك في جسمك يعني. مش عايزه اعبر عن ده. دخلت التحرير وقفاها وارم برضه، ودخلت بالعساكر. احتاج على كلامك. دي هي ماشيه والعساكر في رجلها بقى ما شاء الله، يعني هي معاها العساكر في ديلها. هي اصلا مخبيه عسكري في شنطتها. طلعيه. ايه ده؟ اهله بيدوروا عليه. ايه ده؟ ايوه طلعي العسكري. على فكره انا حسيت من صوتك ان انت شاب ظريف واسلوبك كان هيبقى كويس، بس انا دلوقتي اتاكدت ان انت امين شرطه. طلعي العسكري. احمد هو انت امين شرطه بالامانه؟ ايوه هو تبعهم. انت امين شرطه؟ انت معاهم؟ الحقوني يا ناس. الحقوني واكتبوا لي كومنتات، تعالوا لي هنا عند باب الراديو، مش طالعه من هنا. حبيتوا ده مش علينا. يلا يا ماما يلا. ماشي يا احمد، ميرسي لذوقك، ميرسي يا شهم. يلا العربيه نقل واقفه بره اللي هتاخدك. يلا. لا يا حبيبي بركب كارو يا حبيبي، معايا بره عربيه زي الفل. الحمار مات، صاحبه وقع بيعيط عليه. لا يا حبيبي شاريه 2 استبني يا حبيبي. الاستبن مش هنا بره. لا مش ممكن اللي بتقوله ده. عيب عليك. احمد انا بجد سعيد بيك، لانك الحقيقه من القلائل اللي قدروا تصدوا لظاهره مدام كارلو. الحقيقه يعني انا سعيد بيك فعلا. ربنا يخليك. ميرسي يا احمد على مداخلتك. مع السلامه يا احمد. عايزين نقرا بقيه الكومنتس الحقيقه. يعني اولا يا جماعه جاوبوني على سؤال مهم بجد. تفتكروا ظهور جماعه البلاك بلوك سواء اتفقنا معاها او اختلفنا، ظهور الربيع متعاطفين معاهم او ضدهم، تفتكروا هو فعل ولا رد فعل؟ لا. ولو هو رد فعل فهو رد فعل لايه؟ وفي الحالة دي يا جماعة بجد يبقى ميزان العدالة بقى معدول ولا مقلوب ولا مايل ولا حالته ايه؟ بصي يا هاني انا عندي مشكلة مع الميزان، لان انا كل ما اطلع على الميزان تحصل مشكلة كبيرة جدا. يعني بيقولوا لي ان انا الاوزان بتاعتي موجودة كتير قوي في هولندا وبولندا وفي مناطق من شمال روسيا. في المزارع طبعا موجودة. فانا عندي مشكلة كبيرة طبعا مع الميزان، فاتمنى من كل. انت قصدك ميزان ايه بالظبط؟ نعم ميزان ايه؟ ميزان بسكول اللي بيوزنوا. بسكوت، بموت في البسكوت. بسكوت ايه؟ بسكول يا ماما. ميزان بسكول بموت. ميزان بسكول اللي بيوزنوا بيه في المزارع. يعني محتاجه حاجه زي كده، لان انا محتاجه اعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي. ده بيتعلق بتقيله كده في جنزير من فوق. وانا اتعلق في الجنزيله. لا في الجنزيله وبيحط لك انت بتترفع من ناحيه بيربطوا جسمك بالحبال. بصي هاني انا اترفعت كتير قبل كده من ناحيه ويحطوا تقاله. لا يعني انا اتعودت على موضوع ان انا اترفعت كتير قبل كده اثناء الميزان طبعا، عشان ما تفهمنيش بشكل خاطئ. ايوه. يعني المرحله الجايه عايزه اتخطى مرحله الرفع واخش على ان شاء الله توجه اخر في حزب الجديد. يعني هاني ان شاء الله انت عايزه يخترعوا لك ميزان تاني من غير رفع. ميزان بقى بسكوت، ده بسكول انا يسموني ميزان بسكوت. اللي هي تتوزني بقى انت كليه. ايه تتوزني بقى انت كليه. بموت بجد يا هاني. طب يا جماعه نكمل كومنتس عن مدام كارلو، او يعني كومنتس عن بس التليفون اللي فات ده انا حاسه ان عبد الله اللي كان مسلط الراجل اللي كلمني ده. لا عبد الله بيحبك على فكره. لا اقول لك على موضوع. انا هقول لك على موضوع. عبد الله بعد اللقاء اللي فات انا قفشته. اعمل ايه بقى؟
حاطط صورتي؟ يا ريت أمال إيه؟ فاتح صورتك على الوول بوست بتاعنا، واو، وقاعد حاضن يتف؟ الشاشه. يا ريت. لا امال ايه؟ ده حاضن الشاشه، قاعد بقى بيملس على مامي. الصوره بصوابعه، مش كمان وكان هو. بيعيط. مش كمان في ماء ساخن نازل على كتفي وانا قاعده في البيت. اول ما لقاني دخلت اتاخد ووشه صفار، اتاخد فين؟ وقام قافل سؤال الشاشه بس اتاخد فين هنا؟ لا يعني قصدي يعني اتخرع. اوكي. وقام قافل الشاشه وقال لي ارجوك ما تقولش لحد على اللي انت شفته، وبيمسح دموعه بقى بسرعه. ما تقولش حد، انا راجل متجوز، انا عندي بنت، ما تخربش بيتي وحاجات كده. عشان كده بيتعمد يبقى اجريسيف معاكي عشان ما يظهرش مشاعره الحقيقيه. انا كنت حاسه ان جواه حاجه. ايوه، في حاجه جوه منه مستخبيه على راي الاخ الفنان زميل حمائي. انا بس قلت اقول لك الموضوع ده بسرعه على ما هو يرجع من الكافيتيريا وراح يعمل حاجه يشربها بجد. فقلت اقول لك الولد ده لذيذ كده وضخم برضه، يعني يسد في النيوزليندك. ايوه بالظبط، في الدعم هيبقى مدعم هايل بالنسبه لك. بس خدي بالك ان برضه عنده عيله بيربيها. ايه؟ حطي في اعتبارك ان عنده عيله بيربيها. هحتويهم كلهم، اسرتي كلها. ارحمينا. انا عندي فراغ، قلت لك. على فكره انا وعبد الله هنعمل جمعيه اباء العيال اللي بيتربوا. يا ريت ارجوكم. دي هتبقى ضد الحزب بتاعك اساسا. طيب عايزين نكمل الكومنتس الضحايا بتوعك. في عندنا احمد حبيب بيقول طب ما في اخوان بيلبسوا اسود يبقى يمسكوهم بقى على رايك. شفت يا ريت بقى يا احمد. انا بس عايزه اقول حاجه، نتكلم في الموضوع بقى. بعتب برضو على الاخوه في حزب الحريه والعداله والاخوان. يعني انتوا عارفين ان انا عندي مواهب متعدده وان انا شخصيه تالنتد جدا. ازاي تجيبوا دولي شاهين وواحده تانية مغموره وما تكلمونيش؟ فساتين زي دي عندي ومش مفتوحه من فوق بس، يعني عندي اكتر من اوبشن، وهاجي ابسطكم وازيط الدنيا بصاجاتي بحاجاتي. ليه نلجأ لناس تانية؟ ليه نجيب ناس من بلاد تانية؟ ليه شجعونا شويه. عرفتوا ان تكوين جماعه البلاك بلوك رد فعل مش فعل؟ الست لولا انها حست بالقهر. ليه كده؟ حست بالغربه يعني في بلدها. دول لي احسن مني في ايه هنا؟ فعلا خالص. ايه اللي عندها زياده؟ ولا حاجه، بالعكس ده انت اللي عندك كل الزيادات. عندي زيادات ما شاء الله بالظبط. ده انا عايزه اروح لبنان عند ديما، يعني اظبط الدنيا. تفجرك ديما، مش هتعمل لك ايه؟ تركب لك متفجرات. طيب احمد حبيب بيقول لا انا كده بتقول لا كده مش ويلكم خالص، ذوقك مش حلو. ليه كده؟ ضوافر الراجل تحفه، لازم تبصي في ضوافره. لقيتي فيها بعض من الطينه والوانها باهته، ده معناه انه مكافح. تعرفي يعني او عنده مشاكل، او يعني عنده على فكره مشاكل. يا جماعه الشقه بيدي نوع من الجاذبيه. بص انا عندي الشقه الجديده. لا تحفة. مش الشقه لا لا ثانيه. بقول لك ايه، انا راجل اعلامي محترم. اوكي. لا بقول الشقه ان الواحد يشقى. الشقاء يا ريت تحسن من ملفظك شويه. الشقاء يمنح الرجل شيء من الجاذبيه. يمنح فعلا. اعتقد ان دي وجهه نظرك صح؟ لا هو بيمنح كتير، يعني بيمنح يمنح يعني. يا رب امنحني الصبر والسلوان. ربنا يوفقك. طب ميرو سبايسي بيقول صوتك جميل يا كارلو. ميرسي، اغني لك حاجه. لا استنى والنبي هاني من فضلك في دولي كانت عامله اغنيه جميله قوي. دولي انا غير كل البنات اللي انت عرفتهم يا حياتي، انا حبيتك بضوافري مش بعيونهم زيهم. بموت فيها دي، بهديها لعبد الله لان مشاعره بدات تظهر. تاخد بالك عشان رجع اوكي. الراعي الرسمي بيقول كارلو حبيبتي وحياتي وحته من فشتي وحشاني اكتر من لحمه العيد والنعمه. ميرسي يا جميل. خلود خالد بتقول حبيبه قلبي كارلو انا معاكي في الحزب، بس يا ترى في كام واحد؟ انت سكر وعسل قوي. تعالوا زوروني، هو حاليا حزب تحت التأسيس بقاله حوالي 7 سنين. معايا حتى الآن 3 أفراد. معايا هاني عبد الناصر، ومعايا عبد الله فرج، ومعايا كمان دكتورة الزميلة سهام عبد السلام المناضلة المكافحة. في طيب خلود خالد لا سوري قريناها. احمد سمير بيقول ايه العسل ده يا اخواتي، قمر قوي ربنا يحميكي. بس بجد الصوت المسرسع ده بس خطير جدا جدا. اوعي تكوني فاكره الكلام ده على نفسك. لا 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 ده حد تاني خالص الا كارلو يعني. ميرسي يا جميل. بيضحك احمد سمير. واشرف فارس بيقول انا ادعو جماهير البرنامج لتنظيم حركه شعبيه تحت اسم كلنا مدام كارلو. ميرسي، كلكم اكتبوها دلوقتي، خشوا اكتبوا لي تضامن مع مدام كارلو لان الموقف هيتكرر مع ناس كتير. حبيبتي يا كارلو اكتبوا لي دلوقتي كلنا مدام كارلو. فعلا يا جماعه خشوا اكتبوها. لو سكتنا على اللي بيحصل مدام كارلو ممكن اي حد فينا يبقى في نفس الوضع. كلنا مدام كارلو، كلنا مدام كارلو. احمد سمير معلش قفايا هادي ويا حاسب قفايا هادي من فضلك. اسند فين طيب؟ مش ممكن كده، انت بتحاول تعمل حاجات مش ظريفه. والله بحاول اطيب خاطرك، انا اسف بقى. انا بعمل كمل يا بابا، كمل يا حبيبي.
نورة عمرو انتوا يا جماعه على فكره احنا كنا مروحين، على فكره انا والراجل الغلبان طعيمه اللي ملوش ذنب ده كنا مروحين، فجاه لقينا دي بترزع باب الاستوديو علينا يعني لازم اوصل صوتي وجايه للناس. بتهرول وبتنهج لميس ما رضيتش تستضيفني النهارده خالص. ما هي لميس ربنا يعينها. في حساسيات بيني وبينها اساسا اصلا يعني في مشاكل بيني وبينها برضه. لميس كمان اصل عمرو اديب كان زمان معايا في الجامعه. يا دي الخير. انت فاهمني، كنا دبلوم صنايع قبل ما اخش طبعا الجامعه. يعني شعره وقع من شويه طبعا. إيه؟ لا فاثناء دراستنا في دبلوم الصنايع عمرو اديب في دبلوم الصنايع كان قبل ما نخش سوا يعني كليه. عندك مشاكل انت؟ انا ما ليه يعني ممكن تسيبني بقى استفيد. انا بتهيألي مشاكل تبقى عنده هو، ربنا يعينه. يعني لميس كانت طبعا لسه شعرها كان قصير قوي وعندها مشاكل برضه. اقصر من كده؟ يعني ما كانش اللي طلع لها شعر اصلا، يعني مش عايزه اغلط في الست لان هي برضه اعلاميه زميله. فلميس ربنا وفقها وراحت زرعت شعر في تركيا تقريبا لان هي زرعها اصفر وده ما بيزرعش غير في تركيا. وبعد كده لما رجعت يعني بدات بقى تلف حوالين الراجل، يعني مش تلف بقى يا هاني تلف حواليه كده اللي هو بالمسمى، لا بتلف عمرو يقف وهي تروح لفه وراه تروح لفه وراه. فهي قلت بقى يعني ربنا يوفق ان شاء الله. بس وجه لها رساله لميس ميرسي. انسحبتي يعني انت انسحبتي؟ لا انا عندي مشاكل معاها، يعني عندي مشاكل معاها جامده شويه. وراح لها البرنامج مش عارفه كنت بحسبها انقى من كده. انقى ايه بقى يعني خلاص انت سيحت لها وزرعت في تركيا. طيب احمد سمير بيقولوا بعدين بالنسبه للاسم الفقره جاتوه بسله، طب ما في جاتوه باميه يعني عادي يعني عادي. انا كنت بفكر اسميها مكرونه بشاميل، بموت فيها يا جماعه، بالذات لما تبقى ايه البشاميل زياده ومليانه لحمه. يا لهوي يا لهوي. بقول لحضرتك احنا مش مصباح علاء الدين هنا، مش جايين نحقق لك احلامك. نورة عمرو بتقول صوتك حلو قوي، ممكن اتكلم مكانك يا متفضل كلميني ارجوكي على التليفون. طب كلمينا احنا 26 90 66 81 والليله مش باين لها اخر ودينا سهرانين. اسراء وبس بتقول احنا بلاك بلوكايه، احنا هنا بلاك بلوكايه. قولوا ورايا احنا بلاك بلوكايه. برافو. كلنا مدام كارلو، كل واحد يخش يكتب كلنا مدام كارلو، احنا بلاك بلوكايه كلنا مدام كارلو. خليكم معايا يا جماعه. احمد بديع بيقول بلاك بلوكايه هرزعك بالكوبايه. لا كوبايه ايه القفل انا خدته ما يتنسيش. ده مش عنده صوابع ده عنده في ايده جذوع دخل، طلع له في ايده بني ادمين مش صوابع. بس برضه بقول لك يا هيني احنا مش زراعه، احنا صباع، احنا صباع يا هيني. بيشير على الفساد، بيشير على الفساد والظلم. احنا بلاك بلوكايه دي دودي وصبا، احنا بلاك بلوكايه، احنا بلاك بلوكايه. قولي ورايا، احنا قولي هيني من فضلك، احنا بلاك بلوكايه. قولها من قلبك، احنا بلاك بلوكايه. ميرسي هيني. لا ده اوفر قوي، لا ده كده احنا بلاك بلوكايه، لا ده كده فيك قوي. طب اعمل لك ايه؟ انت غريب جدا. كمل كومنت لان انا بدات بعدين انا لابس بني النهارده، انا بره الموضوع. انا مش عارفه اروح عايزين النهارده. هديكي هدومي بقى مش البسها في صوابعك. عايزين النهارده. طيب ايمان نصار بتضحك وتقول عيوني ليكي يا كارلو، احتويكي بس تاكلي لا ما عنديش اكل. هاتي معاكي اللي هتاكليه وانت جاي. ميرسي لذوقك مش عايزاكي. ايمان نصار بتقول بتحيينا، وخلود خالد بيقول احنا وراكي يا كارلو بس سيبي هاني، احنا كتير بس هاني واحد بس حرام. ربنا يخليكي يا خلود، ربنا يخليكي على طول كده واقفه جنبي ومدعماني. جمانة علي بتضحك جدا وتقول ده انت ماضي وحاضر ومستقبل وحاجات كتير قوي. شايفه الناس حاسين بقيمتك حبيبتي. انا النحو كله يا ماما، انا كل الحاجات بقولها لكم تاني. الماضي والمضارع والمستقبل والممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف يا هيني. انا عندي مشاكل برضو مع الصرف، انت عارف ان انا واخده عيشه في الدويقه. فطبعا مش مجاري طبعا. رحت لمحافظه القاهره وكانت عندي مشاكل معاه لان اثناء الاعداديه كنا زملاء سوا، فبرضو كانت عندي بعض المشاكل معاه، فهو ما رضيش يركب لي المجاري. بس دي مش مشكله يعني، هحاول اتخطاها يعني بصرف في اي مكان. ما لا انت ما بتعطليش. لا أنا طبعا لا طبعا انا فخور بيكي وهو من شويه. ربنا يكرمك. نورة عمرو بتقول فانتاستيك يا كارلو. احمد عبد الله بيقول انت جدار بلوكات مش بلوك واحد. انا مش جدار، انا سقف يا حبيبي، انا سقف ضد الظلم، انا سقف على الغلابه والمكورين. بس لو وقع علينا اكتبوا يا جماعه كلنا مدام كارلو واقف لي بره، الراجل المخبر واقف لي بره. جمانة علي بتقول ميدان واحد ما يكفيكيش، ده عايزه ميادين مش ميدان. ايمان نصار انا هاجي التحرير معاكي يا كارلو. احمد كمال السيد زكي احمد ده ظهر اخيرا. ده شاب لذيذ قوي. بيقول انا موافق جدا ان ارتبط بيكي. لا ما شاء الله طويل وعريض بقى احمد لا ومن السويس مناضل بقى وبتاع. تاخدني معاك بقى هناك، لازم ننزل السويس نلف لفه، عندهم سمك تحفه هناك. لا يعني مش هنزل اناضل بصراحه، هننزل الاول اكل السمك وبعد كده ربنا يوفقنا بقى. يعني فعلا بالنسبه لك انا اعتقد ان احمد هو العريس المناسب. إيه؟ حقيقي احمد هو العريس يعني المناسب. اصلي استخاره الاول. انت عارف الايمان طبعا. صلي. عندي ايمان
بموت كمان في ايمان الطوخي. عارفها؟ احمد انا بتهيألي انت تصلي استخاره، صلي انت استخاره. كملي هنا. احمد موافق جدا نرتبط بيكي، بس انت معاكي فلوس ويا ريت مش اقل من الله 3 مليون. منين ده؟ هتعمل ايه؟ اقفل هنا الموضوع ده هو الظاهر عارف موضوع العرض اللي انت عملتيه لصالح اقفل يهني وهبشتي فيه الهبشه وجريتي. انا بطلت من زمان العروض دي، ربنا تاب عليها الحمد لله. بس حق الناس الغلابه اللي اتسحلوا معاكي ان شاء الله شهرين نحتوي بعض باذن ماشي الله. احمد سمير بيقول لك انت انضميتي للبلاك بلوك ولا لسه؟ انا بقول احسن. طب يا عم ما هي بتجري عشان ممسوكه، ما أنا انت مش مشكلتي مش قادره اجري كمان ايه. بالظبط يعني الفلات فوت مبهدلها. نورة عمرو بتقول انا مصريه. هشام محمود بيقول يا هاني انا هموت عشان تجيبوا لي اغنيه ذكرى. يا حبيبي لا بعد الشر عليك، هتتذاع بعد الهوا. حاضر عبد الله بعد اذنك يوم ليك لذكرى، بس هشام طلبها كتير قوي النهارده. عبد الله بيقول لك جاهزه. ايمن المرجاوي بيقول وانا بلاك بلوك. برافو يا ايمن. برافو. هي الست دي خلاص انا عايز انا بلاك بلوكيه. انتوا انتهيتوا خلاص. انا بلاك بلوكيه. كلنا مدام كارلو. ايمان نصار بتقول طب انت هتعتصمي في الميدان لحد مرسي ما يرحل ولا هتعملي ايه؟ لا بصي انا بفكر اروح له القصر بنفسي واعمل معاه مفاوضات خاصه. حرام عليك. باسم الحزب بتاعي. هم فعلا دعوني في عنده عيال بيربيهم. ايه؟ عنده عيال بيربيهم. هو عنده حاجات كتيره بيربيها، يعني في كتير طبعا بيربيها. ما ذنب النباتات وما ذنب الخرفانات، يعني ربنا يوفق جميعا ان شاء الله يهيني. بس انت رايحه له القصر يعني؟ انا رايحه له القصر. طب هو عموما يعني الحمد لله ان هو مسافر المانيا النهارده؟ لا راجع ان شاء الله. لما يرجع رايحه له القصر. يعني هو قاعد النهارده مع الزميله العزيزه ميركل. زيارته هناك تطور يعني قاعد معاها. الزميله ميركل كانت زميله برضو؟ طبعا اثناء الكي جي 2 انت علامه. لا كنا اطفال، كنت بدرس انت فاهمني، فبابا خدنا وسافرنا المانيا، فطبعا كان عندنا مشاكل ماديه انت عارف يعني هنا، فنزلت اشتغلت في مصنع BMW وقابلت هناك ميركل برضو كانت شغاله هناك، باباها كان بيبيع سجاير، فبرضو ربنا يوفق مش غريبه. باباها كان بيبيع سجاير. فكلمت ميركل قلت لها يا ميركل من فضلك خلي بالكم من المانيا، لان الحوادث طبعا كترت كتير هنا في ظل النظام الحالي والرئيس مرسي، فربنا يستر عليهم هناك يعني يرجعوا. طبعا يعني كنت شغاله في المصنع في قطاع في الفوانيس عشان كده منوره. لا كنت عارفه انت الرمان بالي. كنت بلمه. بتلمي؟ بلمه. يعني انت كان عندك لياقه بتوطي وتلمي؟ لا ده انا كنت راقصه باليه اصلا اساسا. قبل التنوره. انا اقول يا رب اللياقه. لا ما واضح. تحب الف لك لفه؟ لا الله يسترك. لا في الاندورز ما ينفع، لا الاستوديو ما يستحملش. بره بقى في الجنينه اعملي انت عاوزه. عندنا جنينه لطيفه جدا بره. في حد واقف لي بره. خلود خالد بتقول يا هاني سيب كارلو تتكلم. حبيبتي كفايه اللي حصل لها. هو حد عارف يتكلم غيرها يا بنتي؟ دودي وصبا بتقول الله عليكي يا كوكو في الانجليش. ايمان المرجاوي بتقول القادم اسوأ يا خرفان. ايمن المرجاوي يقول القادم اسوأ يا خرفان، ده من البلاك بلوك تقريبا. حبيبي يعني معاك اهي بلاك بلوكايه يا ايمن وربنا يستر. احمد سمير بتقول ده انجليزي ده يا مرسي. والله ما يا ابني ما عارفين. احمد سمير بيكمل البلاك بلوك لا ينتمي باي شكل من الاشكال لكارلو. وبعدين بيقول ان في قله ادب بتحصل في الكلام. هو بيتهمك ان في قله ادب حاصله في الكلام. ايه؟ احتويكوا وتحتويني وتعالوا في حضني والحاجات ليه كده؟ ليه بنحسب الحسابات حسابات رخيصه؟ ليه ما نحسش ببعض بشكل الطف من كده؟ شكل نقي. دي معاني انسانيه راقيه يا جماعه. شكل كده في احتواء. يعني انت بجد محتاج حد يحتويه عشان تبطل تفهم غلط. ايمان نصار بتقولك انت مش سايبه حد في حاله. لا انا عندي مشاكل شويه، وقلت لكم قبل كده ان انا عندي مشاكل مع الطبيعه في حد ذاتها. يعني انا لازم اتحرك دلوقتي لان المخبر واقف لي بره. طب بصوا يا جماعه احنا هنسربها من الباب الوراني. ان شاء الله لقائنا مع بعض يوم الاثنين الجاي. لو انا وطعيمه ما طلعناش هوا يوم الاثنين الجاي تعرفوا ان الست دي كانت سبب مباشر ورئيسي في ضياع مستقبلنا انا والراجل الغلبان الثاني وعبد الله. ارجوكم يا جماعه بنتي وبنت عبد الله امانه في رقبتكم. طعيمه لسه ما عندوش عيال، فبس برضه حاولوا يعني شوفوا شدوا لنا محامي. ده الراجل بيشاور لي من بره المخبر. اعملوا اي منظر. انا شايفاه بالشباك يا لهوي يابا. يعني بصوا يا جماعه ادعوا لنا. كنا سعداء جدا بلقائنا بيكم النهارده، لكن الحقيقه انا مش سعيد ابدا باخر حدث حصل لنا قبل ما نروح. خليكم معانا ان شاء الله دايما على راديو بصوا. مش عارفه ارد بالشباك يا ستي ارحميني والنبي خليني اختم الالهي. روحوا ان شاء الله جروني بعربياتكم. نجرك في ايه؟ طب تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يقولون أن هناك برنامج يدعى فخفخينة يذاع على راديو إنترنت على سطح كوكب الأرض الملعونة. الراديو اسمه راديو بوسلوتولي. يا إلهي، وهل يصل إرساله إليكم في كوكب المريخ؟
إن إرسالهم جيد جدا، أسمعه بكل وضوح طوال النهار. كنت أتوقع أن إرسالهم يتوقف عندنا فقط في أول حلقة من برنامجنا الجديد فخفخينة. يا إلهي، إن فخفخينة قد بدأ الآن. إذا لتركبي معي في مكوك ونهبط إلى كوكب الأرض ونقتحم سوا هذا الاستوديو. رقمنا 26 90 66 81. ده رقم تليفوننا على راديو بص وطل، واللي بننتظر من خلاله مداخلاتكم وتعليقاتكم على موضوعنا النهارده. تعالوا في ايه؟ ايه الدخان ده؟ دخان كتير قوي. لا في ايه؟ ايه ده؟ عبد الله اختفى. مش قادر. ايه ده؟ ايه اللي بص لنا من ورا الازاز دول؟ الحقونا عبد الله، الحقونا عبد الله، عبد ما هذا الاستوديو الجميل؟ إنه حقا رائع. لماذا هاني وطعيمة انزعجوا إلى هذا الحد منا؟ لا أعلم، أهكذا يعاملون معجبيهم؟ إنها فرصة جميلة، هيا نقدم نحن البرنامج. فخفخين مع محمد طعيمة وهاني عبد الناصر، كل 2 و4 من 11 ل1 بالليل. فخفخين على أقوى راديو إنترنت، راديو بص وطل. فخفخين.